ونخش على تشكيل الزمالك المتوقع اللي هيبقى اول ماتش ليه مع سيراميكا ان شاء الله. طبعا الزمالك عنده لعيبه سكواد كبير دلوقتي، لان هو جاب لعيبه كبير، ما فيهمش حد تقيل قوي، بس في لعيبه كتير. طيب التشكيل المتوقع للزمالك امام سيراميكا ايه؟ في حراسه المرمى هيبدا بمحمد صبحي، وقلبين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش. بنسبة كبيرة دول اللي هيبدأوا، لأن هو برضه مقتنع بالزناري جدا، بس بنسبة كبيرة الاتنين دول هما اللي هيبدأوا. باك يمين عمر جابر، باك شمال بنتاي. خط النص هيلعب بدونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. جناح يمين بنسبة 80% هيبدأ بآدم كايد، ممكن بنسبة 20% يبدأ بإيشو، بس ده مش احتمال كبير. الاحتمال الأكبر إن هو يبدأ بآدم كايد. والجناح الشمال طبعا شيكو بنزا عامل أداء رائع، فهو حاجز مكانه شيكو بنزا. وراس الحربة طبعا ناصر منسي، ده ما فيهاش كلام، لأنه هو تقريبا شبه راس الحربة الوحيد. سيف الجزيري ما بيقدمش المستويات المطلوبة.